والديمقراطية التمثيلية. وبطبيعة الحال لما نتحدث عن التشاركية، اليوم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية كينضم بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هذا اليوم الدراسي حول البرلمان المنفتح كرافعة المساواة الفعلية. هو المساواة يعني من بين القضايا المجتمعية اليوم المهمة جدا. أكيد أنه كنهضروا على المساواة وأيضا على فعالية المساواة. اليوم في هذا الإطار وفي إطار النقاشات المفتوحة اليوم مجتمعيا حول هذه القضية بالذات في سياقات مختلفة متعلقة أساسا بانخراط المغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واللي كيجي المساواة بين الجنسين كواحد المكون أساسي فيها، وفتح واحد العديد من الأوراش اللي هي متعلقة بهذه القضية بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى رأسها ورش مراجعة شاملة لمدونة الأسرة. كنا بصدد زلزال الحوز واللي وقفنا فيه على حجم اللامساواة اللي كاينة وعلى المعاناة اللي كيعانيها المواطن المغربي بصفته أنثى أكثر منه بصفته ذكر. لذلك لما تنحلوا هذا النقاش كنفتحوا هذا النقاش في هذا اليوم الدراسي حول البرلمان المنفتح، هذه المؤسسات التشريعيه بهذه الصفه ديال الانفتاح اليوم اللي كتحيلنا مباشره على مفهوم الديمقراطيه التشاركيه، كنحاولوا اننا نقلبوا على اجوبه للاسئله اللي كتطرحها قضيه المساواه، وكيف يمكن أن نمر بها من المساواة القانونية اللي كنص عليها الدستور ومجموعة من البنود في قوانين متفرقة إلى مساواة فعلية نعيشها في الواقع، وتكون هي المؤطرة لجميع النصوص القانونية التي سينتجها المشرع فيما بعد. البرلمان هو سلطة التشريعية، هو اللي كيخرجوا منه القوانين. طبيعي أنه كاينة سنة تشريعات اللي هي ضامنة للمساواة، هو ليس فقط شأن تشريعي محض بقد ما هو شأن مجتمعي. ولما كنقول شأن مجتمعي، القانون دائما يأتي للإجابة على الحاجيات اللي كيعبر عليها المجتمع، ولذلك كان ابتداء هذه الديمقراطية التشاركية كآلية من الآليات اللي يمكن لها تعبئ الرأي العام، اللي يمكن لها تتيح للفرد والجماعات المختلفة اللي كتختار أنواع من التعبيرات بعيدا عن الإطار المؤسساتي اللي هو الأحزاب السياسية ومؤسسات الوساطة الأخرى، كيمكن أن صوتها يوصل، بل أنه عبر آلية العرائض والملتمسات بالأخص الملتمسات التشريعية اليوم كنعطيو الولوجية للفرد والجماعات من غير الأحزاب السياسية ومن غير المنتخبين للتشريع. وبالتالي البرلمان اليوم عبر هذه الآلية على الأقل فهو منفتح على أنه يستقبل المبادرات التشريعية الآتية من نبض المجتمع ومن فئات مختلفة. أيضا هذا اليوم الدراسي هو دليل على انفتاح البرلمان في إطار التواصل مع فعالية المجتمع المدني لمدارسة القضايا المشتركة ما بيناتهم. اليوم الفريق الاشتراكي كينظم يوم دراسي حول موضوع البرلمان المنفتح رافعة للمساواة الفعلية، وذلك بالشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اللي احنا انطلاقا من العنوان يتضح شنو هو الهدف ديال اليوم الدراسي. الهدف الاساسي هو الدور ديال المؤسسه البرلمانيه، الدور ديال مجلس النواب تحديدا في هذا الموضوع المتعلق بأن نجعل من الحكومة المنفتحة رافعة أساسية لإعمال المساواة في هذه البلاد. فمنطلقنا يتعلق بالتزامات مجلس النواب التي قدمها في إطار أولا خطة العمل الذي قدمها في غشت 2022 واللي تتضمن 6 التزامات، لكن ليس هذا فقط بل حتى في اختصاصاته، لأن هناك 5 اختصاصات لدى البرلمان. الاختصاص الأول يتعلق بالعمل التشريعي، بماذا قمنا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في هذا المجال. نفس الشيء أيضا بما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي كاختصاص ثاني، وهذا موضوع مداخلتي. ثم تقييم السياسات العمومية، ونحن اليوم أمام لجنة موضوعاتية تتعلق بتقييم القانون 113 متعلق بالعنف ضد النساء، ثم الدبلوماسية البرلمانية، وأخيرا ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية على مستوى لجنة العرائض. هذه الاختصاصات الخمس يعني سنقف فيها على المجهودات التي قام بها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية من أجل إعمال مبدأ المساواة، خاصة وأننا نؤمن بأنه لا يمكن أن نسير إلى الأمام إلا بمجتمع تسود فيه المساواة، تتساوى فيه الحقوق والواجبات بالنسبة للرجال والنساء. نقول بأنه بهذه المساواة ستتحقق المواطنة الكاملة للجميع. لكن خلال الأسبوعين الأخيرين